بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي، تنفع معانا في الفطار وفي العشاء، وتنفع كمان لاولادنا ياخدوها معاهم المدرسه في اللانش بوكس. وصفه سهله وتحضيرها سهل وسريع، وكمان تقدروا تحطوا فيها اي حشوه انتوا عايزينها. احنا عارفين المدارس والدروس بدات، بنبقى محتاجين حاجه سهله وسريعه نقدر نعمل الوصفات السهله والسريعه ديت ونحطها لهم في اللانش بوكس، وكمان ولادنا بيحبوها. يلا بينا نشوف الوصفة احنا حضرناها ازاي. معايا هنا دول بيضتين، هحط عليهم نص معلقة من الملح. مش هنزود الملح قوي لان هستخدم كمان جبنة رومي، فمش عايزين الوصفة تبقى حادقة قوي مننا. وهحط نص معلقة فلفل اسود، طبعا احنا بنحط نص معلقة صغيرة. هنقلبهم بقى كده كويس جدا لحد ما البيض والملح والفلفل يدخلوا مع بعض كده اهوت. بعد ما خلطناهم كده كويس مع بعض، معايا هنا نص كوباية من اللبن الرايب ونص كوباية من اللبن العادي. لو عايزين بدل اللبن الرايب تستخدموا مثلا نص كوباية من الزبادي ومعاها نص كوباية من اللبن. لو مفيش الاتنين تقدروا تستخدموا لبن بس. فاللي موجود ومتوفر عندكم حطوه، بس الاتنين اللبن الرايب او الزبادي مع اللبن العادي ادى للوصفة طعم حلو جدا. وحطيت كمان معاهم ربع كوباية من الزيت، هقلبهم كده كويس جدا مع بعض. دي كده المكونات السائلة بتاعتنا. هحط كمان معاهم معلقة صغيرة من الخل. الخل هنا بيدي هشاشة للكب كيك حلو جدا. فحطوا المعلقة الخل ديت بتفرق جدا معاها. هحط بقى هنا معايا كوباية من الجبنة الرومي المبشورة وكوباية من الجبنة الموتزاريلا. طبعا تقدروا تستخدموا برضك اللي موجود عندكم، لو في ميكس موتزاريلا وشيدر، موتزاريلا بس، رومي بس، شيدر بس، اي حاجة موجودة استخدموها. هنقلبهم كده كويس جدا لحد ما يختلطوا مع بعض. ودي كده خلاص المكونات السائلة جاهزة معايا. هنبدأ بقى نجهز المكونات الجافة بتاعتنا. معايا هنا كوبايتين من الدقيق. لو عايزين تنزلوا بالدقيق بالتدريج على الخليط السائل على طول، يعني تقدروا تحطوا كوبايه الاول وبعدين تنزلوا بالكوبايه التانية بالتدريج، لان نوع الدقيق احنا عارفين ان هو بيختلط من نوع للتاني. بس انا كنت عارفه ان الوصفه هتاخد معايا كوبايتين من الدقيق وطلعت معايا مظبوطه. استخدمت فيها كوبايتين اتنين بس من الدقيق ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلبهم كده كويس جدا مع بعض وبعدين هنزل عليهم بالخليط السائل. هنقلبهم بقى كده كويس جدا مع بعض. طبعا احنا هنا مش هنعجن فيها ولا اي حاجه، احنا يا دوبك هنلمها كده بالمعلقه لحد ما الدقيق ما يختفي معانا ويبقى كلها كده هوت لون واحد. خلاص هي كده بتكون جاهزه معايا. شايفين بالراحه خالص كده اول ما الدقيق لونه بيروح او بيختفي بيبقى اختلط الخليط السائل، خلاص بتكون جاهزه معايا. بقى هنا هو شويه من الفلفل الالوان الاحمر والاصفر والاخضر. طبعا الفلفل هنا اختياري، عايزين تحطوا اخضر بس براحتكم. وحطيت شويه من الزيتون الاسود، عايزين لو في اخضر او في ميكس عندكم اسود واخضر برضو براحتكم. وهنا دولت كانوا شويه من الهوت دوج، قطعتهم كده مكعبات صغيره وهقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. طبعا الحشوه زي ما قلنا هي اختياري، اي حشوه انتوا عندكم حابين تحطوها براحتكم. حتى لو عايزين تعملوها بالخضار بس برضك بتبقى حلوه جدا. ممكن تستغنوا عن الهوت دوج وتحطوا لانشون، ممكن تحطوا بسطرمه، زي ما انتوا عايزين بقى. الحشوه طبعا ايه اللي موجوده عندكم. معايا بقى هنا الصينيه بتاعه الكب كيك. مش هحط فيها الورق بتاع الكب كيك، لان انا لو حطيت فيها الورق بتاع الكب كيك الجبنه هتسيح وهتلزق في الورق بتاع الكب كيك. فهستخدم الصينيه هنا على طول. لازم تكونوا متاكدين ان الصينيه بتاعتكم ما بتلزقش برضو. هدهنها كده هوت بالزيت وهحط فيها رشه من الدقيق. لو في اي زيادات من الدقيق بعد كده انا هشيلها، يعني يا دوبك بس انا هحط كده شويه من الدقيق في كل واحده وبعدين هشيل الزيادات كلها بعد كده. هوريكم دلوقتي شكلها. شايفين كده خلاص جاهزة معايا، شلت كل الزيادات بتاعة الدقيق. وهبدأ بقى احط الخليط دهوت بتاعي بالراحة بالمعلقة. الكمية اللي انا عملتها دي عملت لي 15 واحدة من الكب كيك.
عايزين تقللوا الكميه بس هتبقى حجمها صغير يعني. يعني شوفوا احنا هنا حطينا يعني مش مالينا العين بتاعه الكب كيك للنص، لا احنا ماليناها لفوق شويه. احنا عايزينها ارتفاعها تكون عالي شويه، مش عايزينها تكون حجمها صغير. فالحجم انتوا برضو تقدروا تتحكموا فيه، يعني لو عايزين تزودوا الكميه تقللوا وانتوا بتحطوا في العين. يعني كفايه معلقه واحده، يعني انا في كل واحده حطيت معلقتين. هنحط الخليط كله في الصينيه بتاعتنا بالشكل ده، ولو في اي زياده وقعت مننا على الصينيه برضك بعد كده احنا بنمسحها، لان لو دخلت الفرن هتتحرق مننا وتطلع شكلها مش حلو. انا كنت شايله شويه بقى من الخضار بتاعي عشان احطه كده هوت على الوش، بيدي شكل حلو جدا بعد كده مع الكب كيك لما بيخلص. طبعا الخطوه دي برضو اختياري، بس انا حبيت احطها بتدي عشان الشكل بس يطلع حلو معايا. هنعمل الكميه كلها بنفس الطريقه كده وبنفس الشكل. وده كده كان شكلها خلاص، عملنا كل الكميه. هدخلها بقى طبعا الفرن احنا مجهزينه ومسخنينه قبلها ده ب10 دقايق. هدخلها على درجة حرارة 180، هتقعد لها مش أقل من 25 دقيقة. بعد ربع ساعة أنا فتحت عليها الشواية من فوق. وده كده كان شكلها. وطبعا قبل ما بنطلعها احنا بنختبرها بخلة، وخلاص طلعت بقى معايا وطلعت معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بجد والله يا بنات وصفة حلوة جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. بنبقى محتاجين الوصفات السهلة والسريعة ديت في وقت المدارس ووقت الدروس. لو هم جعانين مثلا وقت المذاكرة ومحتاجين حاجة سريعة بتكون جاهزة معانا. لو عايزين تضاعفوا الكمية وتحطوها في الفريزر وتطلعوها على التسخين على طول بتبقى حلوة جدا. لو حابين تضاعفوا الكمية ضاعفوا المقادير اللي احنا قلناها في الأول. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طعم وريحة وشكل جميل جدا. هوريكم شكلها من جوه عاملة ازاي، مستوية وهشة وبجد روعة. من الوصفات الحلوة جدا والسهلة والسريعة، والله وما اخدتش وقت خالص، في دقايق هتلاقوكم نفسكم عاملينها وخلصانة معاكم وجاهزة معاكم. وكده خلاص انا اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم قولوا رأيكم فيها في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.